اهلا بكم اخوة الاخوات، فيديو جديد على قناتكم إجريد أش نيوز. عدنا لكم من جديد مرة اخرى في فيديو مونديالي بامتياز. اول حاجة قبل ما نبدا، نتمنى منكم انكم تدعمونا سواء باللايكات او لي جيم، يعني لي بارطاج او الكومنتات ديالكم مهمه كما تعرفوا عليا. المهم الاخوه الاخوات، اليوم غادي نهضروا على جوج ديال المواضيع. الموضوع الاول هو المنحوس المشهور لاي فرقه البستوني ديالها تتخسر، والموضوع الثاني هو التشكيله المثاليه اللي غتصدمكم ديال كاس العالم اللي دابا حتى لحد الساعه. يعني لعبنا تقريبا الربع، يعني كملناه، يعني حتى هذه الساعه التشكيله المثاليه غادي تصدمكم صراحه. خليكم معايا باش نشوف فين نبداو على بركه الله بالموضوع الاول، واللي هو كالتالي: المنحوس محمد حجري. هو واحد السيد عماني كاين في قطر دابا كيتفرج في كأس العالم. تشهر لأنه أي منتخب كيشجعوا البستوني ديالو كيخسر. أي منتخب البستوني ديالو كيخسر، لدرجة أنه كان لابس التوني ديال إسبانيا في الماتش ديال إسبانيا والمغرب، وسولوه المغاربة وعلاش لابس التوني ديال إسبانيا، قال لهم ودي راه أنا منحوس، فراه تشجع المغرب ولكن ما تشجع إسبانيا باش تربح المغرب. الناس يعني من بعد شهر هضروا معاه الجزيره واستضافوه، قالوا ليه لباس اخويا التوليد اسبانيا لباس، وفعلا اسبانيا خسرات مع المغرب في البلنتيات. والماتش ديال البرتغال استضافوا عاوتاني صحفي الجزيره، قال له يعني تا هو قال له لباس التوني ديال البرتغال دابا باش ما تنساش لبسوا دابا لبسنا التوني ديال البرتغال باش ما تقوش لنا على المغرب. لقاو المغاربه قالوا له عاوتاني علاش لابس التوني، قال لهم انا راه كنقوس، راه انا لبست لكم التوني ديالكم غادي نتقصاو، خلينا اخويا خلينا نشجعوا البرتغال. فدابا كانت واحد من الدعابات ديال المونديال صراحه. السيد هذا نتمناو خويا لا تسمعنا، انا سأوجه لك رساله باللغه العربيه يا اخي. أتمنى من أعماق قلبي أن تشجع فرنسا. أرجوك أن تشجع فرنسا، والمغاربة كلهم يناشدوك أن تشجع فرنسا. الديوك واللون الأزرق من فضلك. في هذا النصف النهائي الأسطوري شجع فرنسا من فضلك. وإذا لم يكن لديك قميص فرنسا نحن نقتنيه لك يا أخي. أرجوك أن ترتدي قميص فرنسا. المهم الاخوه والاخوات، هذا السيد هذا يعني حقق واحد الشهره عاليه. السيد من عمان كاين في قطر كيتفرج في المونديال، لكن ال... من غرائب الصدف انه اي توني كيلبسو كيخسر. اي توني كيدخل به، شوف، اي توني كيدخل به كيخسر. نتمنى هذه المره يدخل بالتوني الفرنسي ويخسر ان شاء الله المنتخب الفرنسي امام اسود الاطلس. الاخوه والاخوات، هذا هو الموضوع الاول هضرنا عليه بعجاله. يعني هضرنا على كيفاش هذا السيد هذا كيفاش لقى راسو تشهر بهذه القضيه هذه، كيفاش انه يعني دابا هو ولا حديث العرب. يعني كلشي كيطلبوا اخويا عافاك ما تلبسش لنا التوني ديال المغرب، الله يحفظك، تيسالي المونديال ولبسوا لا بغيتي تلبسوا. فمهم، عارفين انك عربي، عارفين انك تنتمي للعرب، ولكن اخويا بعدنا من التوني ديال المغرب الخضر والحمر. الله يرضي عليك، عطيه اتساع في هذا المونديال تيسالي ولبسوا اخويا. راه حنا كنحبوك وكتحبنا، ولكن اخويا الغالب الله، هادشي اللي عطى الله. المهم اخويا الاخوات، ندخلوا في الموضوع الثاني اللي هي التشكيله للمنتخب الوطني، عفوا للمنتخب، يعني اللي اختاروه، يعني اختاروا تشكيله فيها المنتخب المثالي لهذا كاس العالم الى حدود اللحظه. احنا على مشارف النصف النهايه، يعني اللي غادي تلعب غدا بالارجنتين او كرواتيا، والاربع مع الثمانيه المغرب وفرنسا في نفس التوقيت مع الثمانيه. نتمنوا التوفيق للمغرب. المهم هاد التشكيله هذه اللي يعني دارت في واحد القناه اسبانيه، كان فيها يعني الحارس الكرواتي، كان فيها اشرف حكيمي بطبيعه الحال، كان فيها ايضا في الوسط، يعني كنهضر من اللاعب البارزين باش تعرفوا حنا مع من لاعبنا. اشرف حكيمي، كان فيها سفيان امرابط في الميليو مع اناحي، وكان معهم شكون؟ غريزمان. والفوق الاخوان، الفوق ضربوا لي على الفوق، شكون كاين ميسي وما ادراك ما ميسي، ومبابي وجيرو. الحمد لله حين الله تشنا الرايه الوطنيه تترفرف عاليا،
واي تلفازه شعلتيها في العالم كتبان لك الرايه الوطنيه، الرايه المغرب، الرايه الحمراء المزينه بالنجمه الخضراء الخماسيه صراحه. وهادشي كيشرفنا وكيبورش اللحم ديالنا صراحه. التشكيله اللي فيها هاد اللعابه هادو. كاين المفاجاه باقا المفاجاه الاخوه الاخوات. شكون اللي تخيلوا مدرب؟ يلا، هو هذاك راس لافوكا السي وليد الركراكي هو المدرب المثالي. قال لك اسيدي ديال التشكيله هذه راس لافوكا هو المدرب المثالي. وكما قال الركراكي خاصك تحلم باش توصل. تحلم. الحلم شيء مهم في الحياه، ماشي حنا ديك اللعبه ديال كتحلم كنقولوها لشي واحد باش نستهزئوا به، ولكن الحلم الاخوان هذا العام تغير، ما بقاش بالاستهزاء وانما اصبح الحلم اصبح حقيقه. لهذا خصنا نقتديوا بوالد الركراكي وبالاسود الاطلس ونحلموا حتى حنا باش نوصلوا للاهداف ديالنا. هذا ما كان الاخوه الاخوات، كما قلت لكم عجاله خلاصه بسيطه. خونا اللي تشهر اللي كيقوس محمد الحجري من عمان، يعني لبس المنتخب، لبس التوني ديال المنتخب اسبانيا، خسرت اسبانيا. لبس التوني ديال البرتغال، خسرت البرتغال. خويا لبس التوني ديال فرنسا، لباس التوني ديال فرنسا. خويا عطينا اتساع غير فوت الفينال ونهضروا خويا، نجي عندنا نفرح معنا نفرحوا معك با بروبليم. الثانيه هي التشكيله المثاليه، فيها المغاربه حكيمي وما ادراك ما حكيمي، امرابط وما ادراك ما امرابط، وناحي وما ادراك ما اناحي. كاين غير مع النجوم، ها مبابي ها ميسي. والمفاجاه المدرب الرائع وليد الركراكي راس لافوكا راس لافوكا والله الا صراحه الركراكي بين قدرات المدرب المحلي، المدرب الوطني، يعني المدرب مغربي بالروح ديالو، بالدعابه ديالو، بقرب ديالو للاعبين، قدر انه يخلق مفاجاه. هذا كان الاخوه الاخوات، تحياتي لكم. كان معكم خوكم يوسف، كنحييكم من قناتكم اش نيوز. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله بحول الله. ما تنسوناش اخوه الاخوات بالدعم وقدروا هذا المجهود هذا اللي كندير. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.